جامعة الاي يو تي، جايين نسأل الطلاب إذا بيقدروا يغيروا تخصصهم، شو بيكون السبب وليش؟ اوكي، اذا فيني غير تخصصي اكيد حاتجه شوي صوب الكمبيوتر ساينس او الاي اي، لانه انا شخصيا قربت اتخرج وبس كون عم دور على شغل عم لاقي كل الامور متجهه لناحيه الكمبيوتر ساينس ولالاي اي، فبفضل يعني اذا بتصير لي الفرصه اني انقل صوب هيدا المجال. بغير تخصصي للمانجمنت، بصير مانجمنت اكثر، كونه اكثر منفتح لكل شيء، فيه اختصاصات وبتقدري ما بتنقطعي من الشغل، وين ما كان مثلا بالاتش ار بتقدري تشتغلي بالهوسبيتاليتي، لكل شيء بتقدري يعني من كل شيء انت بتكوني محصنه. اوكي، لانه العمل لقدام. اي نعم، مجاله اوسع. بعمل ترجمة translation لأنه I love languages، كتير بحب languages، بحب أتعرف على غير اللغات وسافر، بصير بحكي مثلا مع عالم غريبة برا لبنان وهيك. هلا أول شيء ما بغير الميجر تبعي، هلا أول شيء أنا عاملة دبل ميجر، يعني أنا بجامعتين، بس رجعت اخترت الاي يو تي لأنه أول شيء حسيتها جامعة كتير حلوة، والعالم كتير حلوين هون، وهيك جوها حلو، اتس هيك وان فاميلي وهالخبريات. وقلت لك ما بغير الميجر تبعي لانه حسيته بيناسبني، وبهالجامعه بالاخص حسيته كتير يعني انه شاطرين فيه وهيك، وقريب على بيتي كمان كمان قريب الجامعه على بيتي، وسمعت يعني كتير عالم عم بيحكوا فيها وهيك، و they recommended it for me so كرمال هيك فت عليها للجامعه. جرافيك ديزاين بحسه انه اهين شيء، كل شيء خاصه بالرسم وهيك، انه انا ما بحب شربك راسي بهالقصص المعقده وهيك، فجرافيك ديزاين.